اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرافع الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبيري خبيري يا نساي ما
على معاشق جمالا يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا وختم بدر تمام مثل غسل ما رأينا بالعراقين وسامي ربي فاجعل مجتمعنا ويتوب حسن الختام واعطنا ما قد سالنا من عطاياك الجسام نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشراب الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك الصراط. فقد أرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتمجيل. فما من سماء ولا جهة إلا وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشرف منزلته لديه حتى جاوز السماء الطبق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نازلته من الحضرة الإلهية وأمير النفحات القربية ووجدته بتحية وأكرمته بجزيل العطية وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عالية في حضرة باهرة تشهد بها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمن وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني وحصر دونها ما وراءهن وراء. أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله ثقلا. وتلك مواهب لا يسر القلم على شرحها قائما.
إلا لحق من قرار ينزلنا في فردوس معا ما لنا إلا لحب من فاستجب هذا دعانا للدوام ربنا ارزقنا يا الله يا ربي ربنا ارزقنا اتباعا بالحميد ربنا ارزقنا وحسنا بالختام